السلام عليكم الدراري، رجعنا لكم فيديو جديد. هذه المره هذه غيكون الموضوع على الروداج، حيت الروداج هذا موضوع لا ينتهي، وانا نعطي لكم انا الخلاصه يعني بلا ما يصدع لك بلا براسك، حيت اللي كيبيع لك الموتور كيبقى يقول لك شي بلان، كتسمع عاوتاني من عند الدراري شي بلان، شويه كتسمع من عند السيكليست بلان اخر، ما كتبقاوش عارفين اين بلان اللي غينفع لكم زعما طريقه الروداج الصحيحه. وهذاك الشيء راه خصكم تاخذها بمنطق علمي، ماشي داك الشيء ديال الخزعبلات والخرافات سمعتيها من شي واحد غديرها صافي. تعرف علاش؟ شنو الدراسات اللي داروا شنو كذا، فهمتيني؟ انا شنو القضيه اللي كنت كندير، كنت انا كنقلب على هذا الموضوع بزاف، والحل اللي كيبقى هو كتلتجا جي بي تي واليوتيوب. ها هي المثيره، اللهم بارك، وصافي نبداو. راكم عارفين الفلوق ما كيتسماش فلوق الا ما تحركناش ولوينا في نفس الوقت. يلا بسم الله نشوفوا واش كتسجل بعدا. تسجل مزيانه الميكرو اللي هو خصو يكون كيسجل. يلا الخوت على بركه الله. حكا راه بديت لكم الفلوق من حدا اكبر مسبح في افريقيا، غادي راه تحتسب لي. درت شي حاجه اسطوريه تاريخيه. بالنسبه للروداج باش ندخلونيش نصول الموضوع، فهمتيني؟ فايد دزنا من هاد الطريق اللي غندوز منها، فايد دزنا منها. غنحاول ننوع شويه بشي طريق اخرى. واصلا دابا يلاه هذيك 8 الصباح، 8 وربع بحال هكا، الوقيته اللي كنخرج منها من الخدمه هي الوقيته اللي كنلقاها لراسي شويه كتبان فيها لا قرايه لا خدمه لا ولا نعاس. بالنسبه الروداج فاش كتخرجوا الموتور كيقول لكم ولا ميزو احكا ما تفوتوش 40، فهمتيني؟ ما تفوتشين، كيقول لك هو ما تفوتشين وما تهز دو بلاص، ما تهزهاش انترفي. كيقول لك فيدونج على 500 موراها على 1000 موراها على كل 1000. هذه كتسمعها في كاع الماطر، واخا هي خاطئه بتاتا. يعني انا غنقول لكم علاش بالدليل، شحال من حاجه اخرى غتسمعوها. المهم انا قلت لكم هادو اللي كيتعاودوا بزاف في نفس الهضره، كتعاود نفس الهضره. الحاجه اللي انا من الابحاث اللي درت، ابحاث معمقه بعد دراسات طويله ومتعدده، شفت لكم السر ديال الروداج اللي هو اللي داير انا لهذا الموتور. الا دزت واحد الطريقه مسرحه، وغنوري لكم التوب سبيد ديالو، قارنوها مع الان اكس الاخرين على 150 الاخرين، زعما الموتور 150 غتلقاو بان هذا طالع حار احسن روداج. بالنسبه للروداج كما قلت لكم، بالنسبه لهذه 150 200 300 360 تقريبا عندهم نفس الروداج. واصلا انا نجيكم واحد الطريقه واعره كتنفع لكاع الماط، اي موتور كما بغا يكون، اللي هي ما خصك كاع تبقى تقول شحال السرعه اللي ما خصكش تفوت. السرعه غير محدوده. شكون اللي كيحد السرعه في الروداج؟ هو الار بي ام، الرونفلاج اللي كتسمى الرونفلاج، ار بي ام، الريفولوشن بير مينيت، هي سميتها الريفولوشن بير مينيت، يعني شحال من دوره كيضرب المحرك. عاد كتكتب واحد يعني في الدقيقه، شحال من دوره كيضرب في الدقيقه. المهم صعيب باش نشرحها لكم بالعربيه. المهم الريفولوشن بير مينيت اللي هي هذه اللي كتبان هنا في الطابلو عندي، كتلقى الاغلبيه الماطر عندهم حتى 12000، فهمتيني؟ هي فاش تكون في الروداج النهار الاول اللي كتخرجوا من لاميزو، يلاه جديد نيتشو، انت حيدتي ليه الميكات كذا، انت غتصل كتكون فيه واحد الزيت ديال المصنع. هذيك راه كتكون واحد الزيت خفيفه بزاف كاع، وكتكون قليله، ما كتكونش العبار كامل. بحال دابا مثلا هذا فيه فيدونج ديال الكيو جي كيدار فيه ايترو، هذيك فاش طيحها المره الاولى غتشوف شحال فيها، غتلقاها اقل من الايترو 100%. هذه ما فيهاش على حساب التصنيع وكذا، من غير الا كانت شي ماركه عالميه، الياماها، فهمتيني؟ بي ام دبليو، هذوك يقدر نقولوا هذوك كيركزوا شويه على لي ديتاي. اما الشناوه واخا تكون الهوت كام ديال الشينوا ما تثقش فيها. الوغ ما تضربش فيها 500 كيلومتر ديال الفيدون، ضرب بها 300، الا كنتي ناضي ضرب 250، فهمتيني؟ 250 كيلومتر ديال الفيدون، لحقاش قد ما درتيه بكري قد ما مزيان. ومنطقيا غتفهموا علاش، لحقاش فاش الماكينه كتدور اول مره كيكونوا ديك الساعه، فهمتيني؟ البلاطو والبينيو، ماشي البلاطو والبينيو، الجروب ديال الماكينه كامل لي فيتاس ديالو كاملين لداخل، الفيبرو كان البيستون، فهمتيني؟ طوبابات، سيلندر، كيكون كلشي مازال جديد، يعني مازال ما دارش. والموتور باش تكون عنده واحد الكومبريسيون، يعني الضغط ديال الانفجار كيكون مزيان، خص ما يكونوش فراغات بيناتهم، بالخصوص في السيلندر فاش كيكون البيستون طالع هابط، باش كيتفرقع ليسونس والهواء، خص كاع يخرج من الجناب، ما يكونش زعما واحد الفويت اللي غيولي يفشل لك الموتور. قد ما كان مزير قد ما كيكون كيدفع، كتدفع مزيان داك الاكسبلوزيون ديال الوقود والاخر والاكسجين، كيكون كيعطيك واحد الجهد اكبر، يعني كيكون الموتور حار، كيقول لك مشعور.
هو في الاول كما قلنا البياس جديد، يعني غيبدا يتحك مع ديك الزيت الاولانيه اللي كتجي من المصنع، غيبدا يتحك وغيوليو عندك الكرانات بزاف، هذاك التفرتيت ديال الحديد غيكون عندك داك الزيت. وانت هذيك الزيت ما خصكش تخليها تدور بزاف في الموتور، لحقاش هذوك اللعيبات بحال كنتي داير الرمله وكتحك بها شي مقراج ولا شي لعيبه غتبقى تخدشو، وهذوك الخديشات راه كيدخلوا لك النفس فاش كيكون داك الانفجار اللي قلنا ديال المحرك. حيت المحرك انفجاري كيتسمى هذا هو الموتور. الوغ قد ما بدلتيها بكري قد ما مزيان. غير هو في الاول قبل ما تبدلها على 250 حتى 300 كيلومتر حاول تبقى تبدل لي رابور فيتاس كاملين، ماشي تبقى تمشي لطريق وحده مسرحه وتبقى غادي فيها صافي تقول راه وديت في المدينه فهمتيني، باش تبقى دوز بروميير تاع حقو دوزيام تاع حقو تروازيام وغادا. والار بي ام ريفولوشن بيرمينت اللي كنت قلت لكم في الاول وراه نسيت على الموضوع خرجت عليه بالزربه، هذيك الريفولوشن بير مينيت اللي هي الار بي ام ولا الرونفلاج كل واحد شوف كيسميها، ما خصكش تفوت شحال 5000 ار بي ام ما تفوتهاش. هي من الافضل كنصيحه من عند خوكم لعب على 4500 افضل ار بي ام 4500 كاع الماطر. وعلاش قلت لكم السرعه غير محدوده، يعني ما تبقاش تقول لي هذا الموتور ما خصك تمشي ب 60 ما تفوتهاش ولا 40، كاين اللي كيمشي ب 40 راه العاده هذاك ماشي روده. كما قلنا السرعه علاش ما محدوداش، لحقاش كل موتور الار بي ام ديالو ديال 4500 ل 5000 وشحال كيعطيه في السرعه. ماكينه كبيره 600 سي سي 1000 سي سي راه الا مشيتي ب 4500 راه كتلقى كتصور كتشد 120 واقيلا ولا فهمتيني في 4 ايام 5 ايام ب 4500 تلقى راسك غادي ب 120 كيلومتر في الساعه. الموتور صغير 49 حقيقي هذا ما مبريباري ما والو، هذيك 4500 5000 هي فري يقدر تجيب لك ديك 40 30 كيلومتر في الساعه معذبه، ولكن باش ما تفوتهاش وصافي. حيت الا فتيها الموتور كيولي كيبدل واحد الجهد بزاف، البيستون كيطلع يهبط الزربه كيكون احتكاك بزاف. وهذوك الكرانات اللي قلت لكم في الاول هذوك القضايا ديال الحديد اللي كيكونوا من الماكينه اول مره كتستعمل في ديك الزيت العيانه اللي كتجيب الشركه غيبداو يحكوا لك البيستون بزاف، غيخرجوا لك على الكومبريسيون او الضغط اللي عندك في المحرك. عليها كيكون من الافضل تبدلوها فاش تكون بكري، يعني يلاه ضارب يلاه نحرك شويه تبدلها. شو واقع هنايا عرفنا كاع شو واقع، راه هي الرومب خاويه. كاين واحد لاكسيدون بالسلامه الطوموبيل طلعت في الطريق سلامات ما كاينش شي دغيط فيها بزاف زعما ما تبعداتش بزاف، يعني ما كانش شي سرعه كبيره اللي باش كنشوفها. غير واقيلا السيد كما قلت لكم يكون ما فاطرش دابا لا عاش لعيبه بحال هكا. المهم خرجت سلامات راه بان ليا واقف السيد اللي صايب وبوحدو. قلنا لكم الزيت الاولانيه على 250 حتى 300، كاين اللي كيبدلها على 100 هذاك ناضي هذاك. الا ما كانش عندك الفلوس ديال الفيدونج ما عندكش مشكل فيهم بدلها انت على 200 فهمتيني 200 150 اللي كيطيحها نهار الاول. دابا كل واحد شنو كيدير، وهي راه كلشي بحال غير ما تفوتش فيها بزاف كما قلت لكم 300 كيلومتر اعتذر حلقي تبح واحد شويه. المهم كما قلت لكم حاولوا ما تفوتوش بها 300 كيلومتر، نصيحه من عندي ديروا. انا باك كنحسب موطوري انا كنقول لكم التجربه ديالي وداك الشيء اللي عشت. حاولوا ما تفوتوش بها 300 كيلومتر باش ما تندموش من بعد. اما ديك الهضره ديال 500 كيلومتر عاد دير فيدونج هذيك واش كيضرب لكم الحساب باش ما زعما ما تكوسروش في الزيت، زعما كيراعي عليكم كيقول لكم خليتها 500 ودير فيدونج. المهم كل واحد شنو كيقول ليه راسو ماشي ليك تعرف. المهم حنا كنجيو لكم صراحه راكم عارفين شنو عارفين عليا، نقول لكم هذا الموتور شريوه شريوه ما تشريوش زوين خايب حيت راه مازال عارفين الشين صغيره، يعني ليس لدي لا ناقه ولا جمل كما خلاوها نصور معاهم والو، ما عندي لا ربح لا خساره. يعني غنقول لكم داك الشيء اللي كاين. موراها غديروا فيدونج على مثلا درتي حيدتي الزيت على 300 الفيدونج التالي ديروا على 1500 الا كان الموتور كبير كيهز اكثر من ايطرو ولا ايطرو الكوب 1500 1000. موتور صغير حتى هو 1000 ما تفوتش 1000. ها واحد الواعر داسيه بطبيعه الحال داسيه واو علاش شنو بغيتيها تكون من غير داسيه؟ ها هو يطير تاعيا وغنشدوه لحقاش كاينين البوليس اللي غيبقى يفران كيخافوا ما يحتموا هذوك الناس صافي. المهم كدير الفيدونج الثاني كترتاح. الفيدونج الثاني فاش كديروا على هذاك العدد اللي قلنا 1500 1000 على حساب شحال الزيت عندك في الموتور، حيت عاوتاني ملي تكون الزيت بزاف هذاك الحبيبات اللي كيكونوا ديال الماكينه اللي كيتحكوا ما كيكونش عندهم تاثير بزاف فهمتيني. وعاوتاني على حساب واش عندك الفلتر اللي كيتبدل معاك ولا فيدونج او لا غير ديك الشبيكه اللي كتصوت عليها بالبيستون الريح وصافي كتقول راني نقيتها. على حساب كاين العوامل. غير هو كصفه عامه ولا كقاعده عامه ويلي على منظار. هذا المنظار هذا ديما كيعجبني. هذا النهار الصباح تخيل راسك غادي بالليل باطمان غيخرج لك من هنا ولا الجوكر.
غنشعلو الضوء. دابا انا عندي الضوء حكا ضرب للجنب، بدلنا الفولا القداميه درنا ليد، حيت هذا كتجي فيه واحد الشمعه لقدام شمعه بولا صفراء وما كتضوي حتى لعبه دايرين اصلا. وبدلته بواحد الليد وتا داك الليد ما قنعنيش بالرجوله. وداك خونا اللي لصق ليا الليد داروا مايل للجنب، يعني كيضوي على اليمين شويه. دايز مول الطريبورت غرب شويه عليا صافي. خليناها دابا في الفيدونج الاول، يعني طيح ديك الزيت علينا على 300 250 200 على حسب انت وجهدك، على حسب توجيبك. قلنا راه رابورت فيتاس دوز بروميير دوزيام تروازيام كاتريام سانكيام سيزيام على حسب شحال عندك في الموتور، حاول دوزهم كاملين. وقلنا ما تفوتش 5000 ار بي ام. هذا لك انت محروق باغي طير فيك الطياره، 5000 ار بي ام ما تفوتهاش. الرونفلاش ديال الطابلو كل واحد كيفهمها بشي طريقه. المهم هذه الاولانيه هذه اللي هي الريفولوشن بيرمننت ما تفوتهاش صافي. وكتبدل الزيت على 1000 1500 على حساب. عاد رمتي ناري على دودان، نسيت هاد الدودان هذا ونضرب فيه ترى لا يمكن. صافي موراها غتبقى دير على حساب شحال الزيت كيهز عندك الموتور، واش عندك الفلتر مزيان ديال الموتور اولا فلتر غير ديال الزواق. عندك فلتر بحال دابا هاد كيوجي ناضيه الرجوله ناضيه عندها فلتر ماشي نقولوا واعر، ماشي هذاك اللي بحال اللي في الطوموبيلات اولا اللي كيكون في الام تي 07 ولا كذا، كيكون مايل بالجنب، كيكون حديده من برا كدورو غير بيديك كتلوحو وتعاود دير واحد اخر. ولكن عندها واحد الفلتر نفس الكونسيبت ديالو غير هو كيكون لداخل، كتحل واحد 3 ديال الكروات باش كتجبدو كتلوحو كدير واحد جديد. كيدير شي 20 درهم واقيلا ولا 30 درهم والله ما عقلت. ديما كناخذو مع الزيت ما كنحسبش شحال كيدير. واصلا هاد الكيوجي كتهز اطرو كامله في الفيدونج، ماشي بحال الماطر 49 كيهزو 800 مليلتر. عليها دابا هادي الا درت زيت مزيانه حتى الزيت عاوتاني كتحكم، ما تنساوش هادي. الا درت زيت مزيانه وكتحافظ على الفيسكوزيتي ديالها ومع الحراره والمده، يمكن لي ندير الفيدونج حتى 2500 فهمتيني. 2500 كيلومتر عاد ندير الفيدونج. هو انا كنفضل نديرها على 2000. اما موتور 49 حيت ما فيهش داك الفلتر وكيهز غير 800 مليلتر الزيت، هذاك كل 1000 كيلومتر دير فيدون ما تفوتهاش. فيها كتقلب على المشاكل، غيتكل لك الموتور من الداخل غيحردها بحال كي قلت غيحردها، هي هذيك اللي غتوقع لك. موتور كبار بزاف اللي كيهزو، كاين اللي كيهز حتى 3 ايطرو فهمتيني، كاين اللي كيهزو شي طرو 800، هادوك يمكن ليهم يمشيو حتى 3000 كيلومتر 4000 كيلومتر على حساب سعه الزيت اللي كيهز. النوع ديال التبريد اللي عنده حتى هو اساسي، هذاك تغنساه النوع ديال التبريد، حيت اللي كيبردوا الرادياتور ديال الماء هذوك الزيت كتصبر لهم شويه، حيت الماكسيموم ديال الحراره اللي كيمكن توصل لها الماكينه ديالهم بحال اللي عنده التبريد غير بالهواء، يعني ما كاين لا رادياتور لا والو. واحد حرك الضوء الحمراء شد شفار مشى. شو انا اللي موتور وقفت هو اللي عنده ديك دار غادا عند 4 الروائد. باش تعرفوا داكشي كيبقى ثقافه، يعني الا كنتي عندك ثقافه في راسك ديال احترام الطريق اونتي تهرقاويت غتسوق مخير غتعيش بخير. بغيتي تسوق السوقان ديال تبقى تحرك الضوء الحمار وديما هارب من البوليس تبقى حياتك عذاب. واخيرا طلقنا الفروج، شوفوا راسنا في داك المرايه، ماشي مرايه قصدي ديروني بحال المرايه اللي كاين الماء. لا كنبان ميب كاين اللي كيبغي يضرب ديك اللعيبه ديال واحد الوعر شد رضا غادي. دابا انا عندي 84 فرير ديال 60 وقيله، هو شوف كي غادي قدام يعني غادي ب 100. اللهم بارك واعر بشويه عليا الخوت باغينا نوصلوا غتنطاط دارنا الخوت. اجي نضربوا من الطريق ديال البرج، خليو البرج قريب لينا، هو شتي على اليمين ديالي هذه الدخله ديال البرج. هذه اللي مشيت على الا مشيتوا على اليمين غتدخلوا للبرج، هو الاستقبال والعيبات. وسمعت بانه الدخله غاليه، تدخلوا كيبقى تابعك شي واحد بحال ما عرفت غتسرق عليهم شي لعيبه من الداخل باش ما تخربش. هي بالرجوله حنا عندنا شويه الثقافه ديال المواطنين ديالنا كاين فيها واحد التضارب كبير. كاينين الناس واحد الفئه قليله ماشي كثيره كتبغي النقاء فهمتيني، وكاينه واحد الفئه الله يعطيك صحيحتك وصافي. حيت دابا انا خدام في واحد الاداره لا ما نقول لكم نوع الخدمه اللي كنت فيها. عندنا الطواليطات ديال العموم وعندنا الطواليطات ديال البيرسونيل ديال الناس اللي خدامين في الخدمه. علاش؟ لحقاش ديال العموم كتصايب طواليط جديد
كتحلوا ليهم واحد اليومين، كتجي كترجع كتلقى خسرو مبوشي الحاله، فهمتي داك الشيء ما يمكنش عليها. حتى هاد القضيه هذه ديال منين داروا واحد يطلع معاك، منين داروا هاد القضيه ديال واحد يطلع معاك راه عارفين علاش داروها، باش داك الشيء ما يتوسخش بزاف. وصافي كنظن الخوت غيكون هذا هو النهايه ديال الفيديو ديالنا، لحقاش ما كاينش شي حاجه كثيره في الفيديو. في الروداج ما تفوتش ليا 5000 ار بي ام اولا ريفولوشن بير مينيت. راه نقول لك ار بي ام راه باين الرومبلاج، كل واحد يسميها اللي بغا، المهم راه باينه الاغلبيه غيعرفها. ما تفوتوهاش. بغيتي تكايس على الموتور عندك الخاطر 4000 حتى 4500، فهمتيني؟ 4000 مزيانه. وواحد الحاجه كنت غنساها هي ما تطيحوش على 2000 2500، فهمتي؟ 2500 ما تطيحوش عليها ديال الار بي ام، حيت واخا زعما تقول انا غندير روداج احسن منهم كاملين زعما ونطيح الار بي ام اكثر من القياس زعما باش نحافظ عليه، لا بالعكس تخرج عليه، غتكون البريسيون مجهده. الا درتي ار بي ام طايح بزاف غتكون الضغط غيكون بزاف عندك في السيلندر والكيلاس، وغتولي القضيه غيولي هذاك الشيء كيؤدي لاحتكاك قاس اكثر من القياس. الوغ السوغان هو هذاك ديال 4500 من 4000 حتى 5000، يلا نقولوا حنا 4000 الا بغيتي كاع طيح بزاف هي 4000. وصافي هادشي اللي كاين. فاش غتسالي الروداج ديالك كتساليه على 1000 كيلومتر في الساعه 1000 كيلومتر في الساعه، غتسالي على 1000 كيلومتر كتسمى راك ساليتي الروداج ديالك. موراها غتبقى تطلع الفيتاس، غتبقى تطلع الار بي ام، ماشي حتى الفيتاس، غتبقى تطلع الار بي ام. دير انت كل 100 كيلومتر طلع الار بي ام بنص، مثلا 5000 زيد واحد 100 دير 5500، زيد 100 اخرى دير 6000 وغادي طان 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 دقه صافي حتى توصل لك 9000. 9000 انا كنظن 9000 هي زعما الماكسيموم الا بغيتي دير في الار بي ام. زدتي اكثر منها راه كتولي شويه كتعطي الضغط للماكينه حتى في العصا، يعني 9000 هو الجهد ديال الموطور. مره غتجبد ليه مزيان. وكاين واحد الروداج ايطالي، خليوها حتى الفيديو اخر حيت شويه طويله القضيه على هذا الروداج الايطالي، يعني الروداج ديال المطر القدام ماشي المطر الجداد. خلي الفيديو الجاي ان شاء الله وغنشرح لكم كيفاش البلان وعلاش وقتاش يدار، فهمتيني؟ باش تعملوا الفائده، حيت لحقاش ماشي كلشي كيشري موطور جديد، راه الله يحسن الحوال، كاين اللي كيشري قديم يقتصد شويه. واصلا انا بدات كتدخل لي الفكره ديال القديم، ولكن القديم اخوت ما تشريوش في شي حاجه اللي تكون عيانه، شي حاجه اللي عيانه بزاف بحال دابا هادو ديال 49 فاش كتشري قديم ما تشريش يكون قديم بزاف، كون ضارب عامين كاع، عامين بركه عليه عاد شري. الا كان ضرب كثر خصك يطيح لك اكثر من النص ديال الثمن ديالو عاد شري، لحقاش الحديد كيبقى الكاليتي حتى في الحديد ما كيكونش في الهند قاس، فهمتي؟ كيسمعوا الهند يعني قاس. هاد الحديد ديال الشينوا كيكون شويه مدقدق على حساب الكام ولا الكاليتي ديال زعما ديال اين شركه، على حساب اين شركه. الله يلا الخوت باش ما نطولوش الفيديو، تهلاو تشوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله.